السلام عليكم شباب. ضمن أسباب التراجع بالعراق هي قضية الانتخابات، والسبب هو النظام الانتخابي المعقد عندنا بالعراق. نظام محاصصة فاشل، يفوز واحد يحكم الثاني، ولهذا السبب يكون هنالك دائما تعطيل بين النتائج والتنصيب، وبالغالب تكون تشكيلة الحكومة فقط تغيير مواقع، وبالتالي حكومات فاشلة تتتابع على حكم العراق. وهنا فلنفترض أنه نظام الانتخابات عندنا مشابه لنظام مصر. هل تتوقعون أنه راح نشوف نص الوجوه اللي صعدت بالانتخابات الفاتت بالعراق؟ طبعا لا. واللي يحب يستفسر على نظام الانتخابات المصري كالآتي: قبل ما كل مرشح يقدم أوراقه المفروض يحصل على 150 ألف صوت تأييد من الشارع المصري، وبعدها تبتدي الجولة الأولى. كل حزب له مرشح أو مرشحين، أعلى اثنين أخذوا الأصوات ينتقلون للمرحلة الثانية اللي يكونون بيها محددين وقتها مسبقا، واللي يفوز يشكل حكومة كفاءات، وكل 4 سنين تنعاد السالفة. هذا الكلام على الانتخابات المصرية، انتخابات الرئاسة فقط، ما لنا علاقة بانتخابات البرلمان. بالنسبة لانتخابات البرلمان نفس الحكي يصير، ولكن على الدوائر، أي على المحافظات، وإن شاء الله نشرحها في فيديو ثاني. كان وياكم وراس الخفاف، أشوفكم على خير.